لغايه ما تدينا اللون الذهبي بتاعها الجميل. وبعد كده ننزل عليها في الاخر مع اخر تقليبه بالفلفل والطماطم والبصل، ونديها التقليبه بتاعتها. هنسيبها على النار تاخد وتد مع بعضها. بصراحه الريحه قلبت البيت، الريحه تحفه بمعنى تحفه، وبدات الفراخ تاخد لون فعلا جميل جدا مع الاضافات اللي احنا حطيناها. بصوا يا جماعه شكل الفراخ عامل ازاي، بسم الله الله اكبر، حاجه تفتح النفس. بعد كده نروح للصينيه بتاعتنا ونبدا ندهنها من كل ناحيه بالسمنه او بالزيت او بالسمنه حسب اللي متوفر معاكم، يعني ما تكلفش نفسك، اللي موجود عندك اعمله. وهنبدا ندهن الصينيه كويس جدا من كل ناحيه عشان الفطيره او البيتزا بتاعتنا ما تلزقش. نرش رشه دقيق كده بسيطه، ونبدا ننزل بنص الكميه، ونبدا نفردها في الصينيه كده واحده واحده بايدينا كده، ونحاول ندوس عليها عشان خاطر تتساوى كلها وتبقى حته واحده، ما يبقاش فيه حته عاليه وحته واطيه. ونبدا نسويها مع بعض بايدك بقى، بمعلقه، باللي انت تحبه. انت في بيتك يا باشا اعمل اللي انت عايزه.